هل الاي اي والجي او هيستبدلوا الاس يو؟ ده سؤال اخذ مساحه كبيره من النقاش الفتره اللي فاتت، بس من رايي اللي شايف ان الاس يو انتهى غالبا تعريفه للاس يو غلط. لو الاس يو عندك هو كلمات مفتاحيه مجرده ومحتاجين نرانك على 50 كلمه دول، والميتا تاجز مش عارف نعملها، والبلاجن مش عارف ايه، والمقالات اي اي مكثفه بدون استراتيجيه واضحه، فالنوع ده كان بينتهي لوحده قبل حتى الاي اي. لكن مش الاس يو الحقيقي او الصح. الاس يو الحقيقي او الصح بيقوم على بناء اورجانيك بريزنس وعمليه استحواذ على الاونلاين ديماند بغض النظر عن الطريقه اللي بتستحوذ بيها على الديماند ده. الاس يو الحقيقي بيركز على الاورجانيك فيزيبيليتي واللي بتكون من خلال اي سيرش انجن بغض النظر هو ايه السيرش انجن ده، سواء كان جوجل، بينج، تشات جي بي تي، جيميناي، كلود او وات ايفر. خلي بالك من الجمله دي: good SEO is good for any search engine، والاي اي هو سيرش انجن في النهايه حتى لو شكله مختلف. طيب هو ايه الجي او اصلا؟ الجي او هو تحسين ظهورك داخل اجابات الاي اي سيرش، لكن لما نفكك الاستراتيجيه هنلاقيها قايمه على نفس الاسس اللي قايم عليها الاس او، واللي منها ان انت تعمل structured content، ان انت الويب سايت عندك يكون فيه structured data، ان يكون عندك technical optimization، ان يكون فيه authority building، ان تعمل backlinks وبي ار وبراند منشنز، وكل الحاجات دي هي اصلا من ضمن الاس يو ستاك اللي بنشتغل عليه. الجي او مش اختراع لقواعد جديده، هو فقط شدد على الاساسيات اللي كنا عارفينها من زمان. مفيش موقع بنشتغل عليه او بنكون شغالين عليه صح الا وبيظهر في جوجل بالتزامن مع ظهوره في الاي اي سيرش، وده بدون اصلا ما نترك الجي او ولا الاي او ولا الاي اي سيرش بوجه عام، لان الشغل بيكون مبني على الماركت وبناء ستراكشر واضح وبناء اوثوريتي تصمد معانا للمستقبل، وبالتالي بتكون جاهز لاي سيرش انجن سواء تقليدي او اي اي سيستم. الخلاصه الجي او مش بديل للاس اي او، هو لاير جواه. مش بنقول ما تعملش جي او ما تركزش على الخطوات بتاعته، لكن لازم تفهم انه جزء من شغل الاس او. فبدل ما كان عندنا اون بيج اوف بيج اند تكنيكال اس او، اصبح معاهم الجي او، فهو جزء من كل وليس شيء موازي. الهدف مش كويك وينز، وانما اتباع استراتيجيه كبيره وشامله تركز على البرودكت بشكل اساسي وتعمل اورجانيك جروث اند فيزيبيليتي في اي سيرش انجن. وطبعا عملنا فيديو اطول في الموضوع ده تقدر تشوفه لمزيد من التفصيل. اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.